السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ سؤال من الاسئلة اللي جات لي على الخاص عندي، وهو والصراحة السؤال ده ما عداش عليا كتير قوي قبل كده. في بعض الناس بيكون عندها ظروف، بعض الناس بيكون هي بتحب تريح في النص. ايا كانت الاسباب، الناس سؤالها بالظبط هو انا الام بي اي لازم اخدها من سنة لسنتين او من سنة ونص لسنتين زي ما بعض الاماكن بتقول؟ طبعا انا حابب افرحك واقول لك ان لا طبعا، يعني انت مش بالضروره انك انت تاخد الام بي اي من سنه ونص لسنتين، مش بالضروره ان انت تاخد سمستر يعني ترم او 4 ترمات في السنتين ولا حاجه. انا عايز اقول لك ان في معظم الاماكن اللائحه بتاعتها بتكون ان الطالب لازم يخلص الام بي اي بحد اقصى 5 سنين. يعني ايه 5 سنين؟ يعني انت بقى حر مع المكان. يعني في بعض الاماكن انت ممكن تعمل هولد ليه او تعلق يعني، او تركن من سمستر كامل او ترم كامل ما تاخدوش. يعني ممكن اروح مكان ابدا بترم وبعد كده اجل ترم، بعد كده اخد ترم، بعد كده ممكن اجل ترم. ده اوبشن. الاوبشن التاني ان انت ممكن تروح المكان العادي عموما، اي مكان منهم سواء اذا كان حكومي او اكاديميات او وات ايفر، وبنتكلم على كله معتمد طبعا. ودي لائحه مجلس اعلى للجامعات ما فيهاش اي مخالفه يعني. بتقول انك انت مثلا العادي اللي هو بيخلص بسرعه في حدود سنتين، ده بياخد مثلا 4 سمستر، وليكن أربع مديول في السمستر. يعني عنده 4 ترمات و4 مواد في كل ترم. طب العادي لو انا عايز امط الموضوع شويه ممكن اخد مادتين، تقريبا بيقول لك دايما بحد ادنى مادتين، يعني غالبا ما ينفعش اقل من مادتين، او تهولد سمستر بالكامل. فطبعا انت ممكن تروح فين. ليه ناس بتعمل كده؟ في حد ساعات بيبقى عنده ظروف يعني ماديا مش قادر ان هو يكمل ماديا المده دي كلها ويقسم المبلغ على سنتين. وفي الاكتر ناس بيبقى عندها ظروف اللي هي هو بيشتغل شغلانه مرهقه، ما عندوش اجازات، ما عندوش وقت يذاكر، ما عندوش وقت يسيرش، ما عندوش وقت للكلام ده كله. فبالتالي طبعا بيحتاج ان هو يأجل يمط الموضوع شويه. فطبعا ده متاح عندك لحد 5 سنين مع بعض الاكاديميات او مع بعض الجامعات تقدر تعمل ده. ممكن تأجل تاخد مادتين فقط في الترم، وبالتالي يبقى عبئهم عليك اخف. في ناس اصلا نون بزنس جرادويتس فهم ما بيحبوش المواد التجاريه او فبيحسوا بضغط، فيقول لك ايه، هو انا لازم اخد 4 مواد في الترم الواحد؟ لا، انت ممكن تاخد مادتين بس، يعني مش اكتر من كده. وبالتالي برضو تنتهي من دراسه الام بي اي. ولكن انا ما بحبذش ده. لا بحبذ انك انت تهولد سمستر كامل، ولا بحبذ ان انت تقسم المواد على عدد سنين طويله كده. اولا لانك في النهايه هتاخدها ان شاء الله. ثانيا لانك انت ممكن مع التطويل والمط ده انت نفسك تفقد الشغف لانك تاخدها. فبالتالي ممكن واحد يقعد بعد كده يكره الموضوع او ما يحبش يكمل فيه بعد ما يكون اجتاز نصه او 3 ارباعه مثلا. تمام. ثالثا لان يعني اخلص، يعني ما دمت دخلت في الدوامه دي اخلص، اضغط نفسك شويه، انت فاهم قصدي. انما لو امكانياتك او ظروفك ما تسمحش، لا ادخل وخد مادتين في السمستر وبلاش تعمل هولد لسمستر كامل. يعني ادخل وبدل 4 مواد خد مادتين بس، هتلاقي نفسك بتخلص في 3 سنين ونص ولا حاجه. وبرضه في النهايه هتحصل على ام بي اي. ده كان رد سريع على الموضوع، لانه بصراحه ما جاليش قبل كده السؤال ده، يعني برغم ان احنا عملنا فيديوهات كتير جدا عن الام بي اي، بس ما جاليش سؤال ان هو انا ينفع ادرس الام بي اي على 3 4 سنين؟ ينفع طبعا لحد 5 سنين. طب انهي اماكن بقى اللي بتعمل كده؟ ما اقدرش اديك اسم معين لان كل لائحه كل مكان بتقول حاجات معينه، انما المعظم ينفع. يعني وليكن الاكاديميه البحريه معاك لحد 5 سنين، الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه بيقول لك ممكن تاخد مادتين في السمستر الواحد، اللي مش عارف جامعه ايه بتقول ايه. فانا طبعا ما اقدرش احصر لك 150 مكان بيدوا الام بي اي، انما اللي اقدر افيدك بيه وافرحك بيه ان هو ينفع وجو اهيد، وما تخليش حاجه توقفك لو انت محتاج انك تدرس يعني. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.